انا نفسي افهم انت بتستفيدي ايه لما بتنكدي عليا؟ يا حبيبي الست النكديه دي رزق. يعني ايه الست النكديه رزق؟ بحسبه بسيطه بخليك تذكر ربنا. ازاي؟ مش انا لما بنكد عليك بتفضل تقول حسبي الله ونعم الوكيل ويا رب صبرني؟ ذكري ده ولا مش ذكر؟ ثانيا غض البصر. ازاي؟ مش انا لما بنكد عليك بخليك تكره صنف الحريم كله وما خلاكش طايق تبص لاي واحده ست؟ اهو ده غض البصر. ثالثا صله الرحم. ازاي؟ مش انا لما بنكد عليك بخليك تروح تبات عند امك؟ صله رحم دي ولا مش صله رحم؟ رابعا بقى بحافظ على صحتك. ازاي؟ مش انا لما بنكد عليك وبحرق دمك نفسك بتبقى مسدوده عن الاكل؟ او كده بقى بتاكل قليل ما بيطلعلكش كرش هتفضل سمباتيك على طول ومحافظه على صحتك. شفت بقى ان الست النكديه رزق؟ ايوه الست النكديه رزق. يعني ايه الست النكديه رزق؟ بحسبه بسيطه. مش انا لما بنكد عليك بخليك تكره صنف الحريم كله وما خلاكش ماشي. مش انا لما بنكد عليك وبحرق دمك ما بتاكلش كتير يلا ما بتاكلش كتير وايه؟ دمك مسدود عن خلي الأكل. نفسك مسدوده. يلا اهو كده بقى. ايه مش راضيه تركب؟ ممكن توقف وتعيد الحته دي؟ اهو كده بقى تاكل قليل جسمك بقى. رابعا بقى بحافظ على صحتك. ازاي؟ معلش دماغك تروح على والله مهلك انا على اسف. مهلك. قليل ما يطلعلكش كرش تبقى سمباتيك كده على طول. يلا تاني. تاكل قليل ما يطلعلكش كرش تبقى سمباتيك كده على طول. بحافظ على صحتك. بحافظ على صحتك. جاهزه؟ حبيبي قول لي ايه رايك في الجواز؟ حبيبتي الجواز ده زي الموت بالظبط. يا اخي فل الله ولا فالك، خليك متفائل. بحسبه بسيطه، الواحده اول ما بتتجوز بيتجمعوا كلهم وبيقروا الفاتحه. الواحده اول ما بتموت بيتجمعوا كلهم وبيقروا الفاتحه. الواحده اول ما بتتجوز بتلبس فستان لونه ابيض. الواحده اول ما بتموت بتلبس كفن لونه ابيض. الواحده اول ما بتتجوز بتخرج من بيتها واهلها بيمشوا وراها وهم بيزغرطوا. الواحده اول ما بتموت بتخرج من بيتها واهلها بيمشوا وراها وهم بيصوتوا. الواحده اول ما بتتجوز بيوصلوها لمكانها الجديد اللي اسمه عيش الزوجيه. الواحده اول ما بتموت بيوصلوها مكانها الجديد اللي اسمه القبر. الواحده اول ما بتتجوز بيقفلوا عليها الباب. الواحده اول ما بتموت بيقفلوا عليها الباب. الواحده اول ما بتتجوز بتخش عش الزوجيه ده تلاقي راجل بيحاسبها على كل افعالها. الواحده اول ما بتموت بتلاقي ملاك بيحاسبها على كل افعالها. الواحده اول ما بتتجوز اهلها بيزوروها كتير. الواحده اول ما بتموت اهلها بيزوروها كتير. بعد كده الزيارات دي بتقل. والزيارات دي بتقل لحد ما يدوب تيجي على بالهم كده ويدعوا لها لحد ما بينسوها خالص. الجواز زي الموت. يا شيخة فلا الله ولا فالك، خليكي متفائلة.